أهلا بكم مرة أخرى متابعي ومشاهدي قناة أسفل. مر الدين الإسلامي بالعديد من المعارك والغزوات والفتوحات في تاريخه، وبفضل الله قدر الجيش الإسلامي إنه ينتصر في العديد من المعارك دي، لدرجة إن هو في كتير من الأحيان ما كانش بيضطر إن هو يحارب أصلا لأسباب كتيرة بقى، منها تراجع العدو مثلا، أو استسلامه، أو انعقاد هدنة، أو معاهدة سلام بينه وبين العدو، وهكذا. نسبة كبيرة من المعارك والفتوحات الإسلامية دي حصلت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، كان سببها في معظم الأحيان هو الدفاع عن الدين الإسلامي وحماية مكانته، لكن عمره ما كان سببها الحصول على سلطة ولا الاستيلاء على مال أبدا. في مسيرة حياته قدر الرسول صلى الله عليه وسلم على إن هو يشرف على 28 غزوة، منها 9 غزوات بس حصل فيها قتال فعلي، و7 منها اشترك فيها الرسول بنفسه، بحيث إن الغزوات دي استمرت حوالي 8 سنين، ابتداء من العام الثاني إلى العام التاسع من بعد الهجرة. احنا بقى هنمسك كل سنة من السنوات ال8 دول ونقول نبذة مختصرة سريعة عن الغزوات اللي حصلت فيها ونتائج الغزوات دي بالترتيب. بس للأسف مش هنقدر نتكلم عن الغزوات بتاعت ال8 سنين كلهم في فيديو واحد، علشان احنا لو عملنا كده الفيديو هيبقى كبير زيادة عن اللزوم، وممكن تمل مننا من قبل ما تكمله. علشان كده احنا قررنا ان احنا نتكلم عن الغزوات دي في فيديوهين منفصلين. هنحكي في الفيديو الاول اللي هو اللي انت بتتفرج عليه دلوقتي ده الغزوات اللي حصلت في العام الثاني والثالث من الهجرة بس، اما في الفيديو الثاني هنحكي الغزوات اللي حصلت في باقي السنوات كلها ابتداء من العام الثالث وحتى العام التاسع من بعد الهجرة. يلا بينا. هنتكلم في البداية عن الغزوات اللي حصلت في العام الثاني من بعد الهجرة، وهو أكتر عام حصل فيه غزوات، بحيث إن عددهم بلغ في السنة دي لوحدها 8 غزوات كاملين، وده بسبب إن الدين الإسلامي كان ساعتها لسه في بدايات دعواته. الموضوع ده خلاه يواجه العديد من المؤامرات اللي حفزت المسلمين على إنهم ينهضوا بشجاعة للدفاع عن دينهم. وكانت أول غزوة حصلت في العام ده هي غزوة الأبواء أو غزوة ودان، واللي انتهت بمعاهدة تحالف بين المسلمين وواحد اسمه مخشي بن عمرو الضمري. وتاني غزوة كانت غزوة بواط، اللي كانت ما بين المسلمين اللي بلغ عددهم حوالي 2000 مقاتل، وبين قافلة لقريش فيها 100 فرد وحوالي 2500 بعير. وتقدر تقول كده ان ده كان نوع من انواع الحصار الاقتصادي من المسلمين لقريش. بس للأسف قافلة قريش دي لاحظت جيوش المسلمين وسلكت طريق تاني غير الطريق اللي كان ماشي فيه المسلمين وتخطتهم، وساعتها رجعوا المسلمين تاني للمدينة بدون قتال. وتالت غزوة كانت غزوة العشيرة، ودي كانت ما بين الرسول وقريش برضو، بحيث ان الغزوة دي انتهت على ان النبي صلى الله عليه وسلم أودع بني مدلج وجميع حلفائهم في منطقة اسمها ذو العشية بين مكة والمدينة المنورة. رابع غزوة بقى كان اسمها غزوة بدر الأولى، وكان الفاصل الزمني اللي ما بين الغزوة دي وغزوة العشيرة اللي قبليها قصير جدا، بحيث ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما عادش في المدينة المنورة أكتر من 10 أيام على بعضهم قبل ما يقبل على الغزوة دي، اللي كانت ما بين المسلمين وواحد اسمه كرز بن جابر الفهري، وده بسبب هجومه على مدينة مواش اللي كانت أساسا تبعا للمدينة المنورة. لكن أول لما كرز بن جابر الفهري ده لاحظ جيوش المسلمين هرب على طول، وانتهى الموضوع على كده. الغزوة الخامسة بقى كان اسمها غزوة بدر الكبرى، ودي كانت أول غزوة يدور فيها اشتباك فعلي بين المسلمين وعدوهم اللي هو قريش. كانت الغزوة دي في منطقة بئر بدر بالتحديد. صحيح إن الجيش الإسلامي تكبد في المعركة دي بعد الخسائر البشرية، بس في الناحية التانية نقدر نقول إن المسلمين انتصروا فيها انتصار ساحق، بحيث إن هم قدروا يقتلوا 70 مشرك ويأسروا 70 فرد أغلبهم من قادة وزعماء قريش. سادس غزوة بقى كان اسمها غزوة السليم. ابتدت الغزوة دي لما حاول كل من بدو غطفان وبنو السليم من غزو المدينة المنورة، بس انتهت من غير قتال بسبب تراجعهم أول لما شافوا جموع المسلمين المنتظرينهم هناك. الغزوة السابعة بقى كان اسمها غزوة بني قينقاع. كل اللي حصل فيها باختصار كده هو ان المسلمين طردوا فيها بني قينقاع من المدينة المنورة بسبب شرهم المبالغ فيه،
أما بقى بالنسبة للغزوة الثامنة والأخيرة في السنة الثانية من بعد الهجرة، كان اسمها غزوة الصويق، وكان سببها بعض رجال قريش اللي كانوا مبعوثين من أبي سفيان علشان يحرقوا نخيل المدينة ويقوموا ببعض الأعمال التخريبية. طبعا انتهت الغزوة دي بهروب الرجال دول في الآخر من غير أي قتال. نيجي بقى للعام الثالث من بعد الهجرة. بلغ عدد الغزوات اللي قادها المسلمين في العام ده 4 غزوات، بحيث ان الغزوة الأولى كان اسمها غزوة ذي أمر، وحصلت بسبب ان بنو ثعلبة وبنو محارب حاولوا ان هم يغزوا المدينة، بس انتهت بلا مواجهة في الأخير. والغزوة التانية اللي هي غزوة بحران قامت بين المسلمين وبنو السليم، وده بسبب ان الرسول صلى الله عليه وسلم عرف ان بنو السليم كانوا بيجهزوا قافلة لقريش للهجوم على المدينة المنورة، فلما خرج عشان يهاجمهم وبرفقته 300 مقاتل هربوا على طول، وانتهى الموضوع على كده. الغزوة الثالثة بقى دي هي واحدة من أشهر الغزوات اللي حدثت في تاريخ الإسلام، وهي غزوة أحد اللي كانت ما بين المسلمين وقريش. ساعتها كان جيش قريش أكبر من جيش المسلمين بكتير، بعدد يبلغ حوالي 3000 مقاتل، في حين إن جيش المسلمين كان حوالي 1000 مقاتل، وكان منهم 300 منافق تراجعوا قبل المعركة، فما تبقاش غير 700 مقاتل بس. بالرغم من كل ده، إلى أن الجيش الإسلامي كان مستحوذ على زمام المعركة، وكان هينتصر في البداية، ولما بدأت جيوش العدو بالتراجع والاستسلام من كثرة الخسائر اللي تكبدوها، المسلمين ظنوا أن المعركة انتهت على كده وبدأوا بالتراخي. بس ساعتها لقوا سهم مفاجئ من أحد أفراد جيش قريش، وهو الخالد بن الوليد، من ورا جبل اسمه جبل العينين. حاول خالد بن الوليد كذا مرة إن هو يهجم على المسلمين من خلف الجبل ده، بس ما كانش بيعرف علشان خاطر كان فوق الجبل ده في رماة أسهم من جيش المسلمين كانوا بيمنعوه من إن هو يعمل كده. بس الرماة دول عصوا أوامر النبي صلى الله عليه وسلم ونزلوا من الجبل من غير ما يقول لهم، لما افتكروا إن الجيش الإسلامي انتصر خلاص. الهجمة دي حفزت جيش قريش، ورجعوا تاني في ساحة المعركة وقعدوا يرموا سهامهم كلها صوب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي كان هو هدفهم أصلا من البداية. ساعتها هم كل من تبقى من جيش المسلمين بحماية النبي من سهام العدو بأجسادهم، وده بيثبت مدى حب وإخلاص الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. الموضوع ده أدى لخسائر فادحة في جيش المسلمين، وانتهت المعركة في الأخير بأول انتصار لجيش قريش أمام جيش المسلمين في عهده. بعد بقى غزوة أحد بيوم واحد، قاموا المسلمين بمهاجمة قريش ومطاردتهم جوه المعسكرات بتاعتهم في غزوة اسمها غزوة حمراء الأسد، ودي كانت الغزوة الرابعة والأخيرة في السنة الثالثة من بعد الهجرة، وده علشان جيش قريش ما يفتكروش إن هم انتصروا وإن الجيش الإسلامي بقى ضعيف، بحيث إن انتهت المعركة دي في الأخير وبفضل الله بانتصار المسلمين على قريش. الفكرة بقى هنا إن غزوة حمراء الأسد دي بتعتبر امتداد لغزوة أحد، ونتجت عنها انتصار المسلمين. هل الكلام ده معناه إن إحنا انتصرنا فعليا في غزوة أحد دي ولا لأ؟ حسبكم انتوا بقى تجاوبوا على السؤال ده وتتناقشوا فيه مع بعض في الكومنتات تحت. دوسوا على الصورة دي لو عايزين تشوفوا الجزء التاني المكمل للفيديو ده، واللي بحكي فيه الغزوات اللي حصلت في الفترة اللي ما بين العام الرابع وحتى العام التاسع من بعد الهجرة. أهم حاجة لو عجبكم الفيديو ده ما تنسوش اللايك والشير، أصل انتوا ما تعرفوش بجد اللايك والشير دول بيفرقوا معانا قد ايه والله. أما بقى لو عايزين تتابعونا وتتفرجوا على الفيديوهات اللي بنرفعها أول بأول، اشتركوا في القناة، وما تنسوش تخشوا على القناة نفسها لو عايزين تعرفوا تفاصيل أكتر عن المجالات ال7 اللي بنرفع فيها كل أسبوع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.